حياكم الله مشاهدينا من جديد في 2:30 توج نادي الريان بطلا للدوري القطري لكرة الصالة للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على الخور بهدفين لهدف الجولة الأخيرة التي أقيمت على صالة نادي الغرفة. نتابع. والأسد رمز الرهيب. لا لعب لعبة حماسة والله يبغي له دراسة. الأسد طبع الشراسة والأسد رمز الرهيب. الرهيب والله رهيب. إذن حديثنا عن نادي الريان وحصوله على دوري الصالات ل8 مرات في تاريخه في جولات دراماتيكية أهلت وتوجت الريان بهذا اللقب، ونسعد للحديث عن هذا الموضوع بأن يكون معنا في الاستديو كابتن نادي الريان لكرة الصالات حازم سامي ولاعب سعيد البلوشي لكرة الصالات. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. نبدأ مع الكابتن. ألف مبروك تحقيق الدوري، ويعني 8 مرة معناتها هذا مش شيء غريب عليكم. صحيح. بداية يعني نحب نشكر رئيس النادي الشيخ عقاب بن حمد والشيخ خالد بن حسن على دعمهم المستمر لينا. ريان معروف انه هو دايما بينافس على البطولات من اول يوم لينا في النادي، سواء انا او سعيد 2009 موجودين في النادي. هدف النادي دايما اللي احنا بننافس فيها، مش جديدة على النادي. صحيح، تستاهلون أكيد هذا الفوز، ونبارك أيضا للأمة الريانية هذا الفوز. نذكر أيضا مشاهدينا معكم نتائج هذه الدوري القطري لكرة الصالات بتفوق الريان بهدفين لهدف على نادي الخور لموسم 2025-2026. ارجع لك سعيد، يعني هذه اللحظة اللي يسمونها ربما لحظة تاريخية، لحظة حاسمة. يعني نادي الريان لا يزال في المدرجات، ولكن حصل على هذا الدوري بعد انتهاء مباراة الغرافة والأهلي بالتعادل. أول شيء مسيكم بالخير. اللهم لك الحمد. الفوز ما جاء إلا بتكاتف الجميع. صح. الحمد لله احنا كجروب في الريان، من رئيس الجهاز لغاية آخر واحد في النادي، الكل كان على قلب واحد. الشباب كلهم ما قصروا، كلنا ضحينا عشان الفريق. صحيح احنا صار لنا فترة ككرة الصالات وقفت لها 6 سنين، فرجعنا
والله لك الحمد، يعني الكل شاف امس دوري الصالات كيف المنافسه كانت، شايفين الجمهور، شايفين الناس كيف حابه اللعبه، فالحمد لله. طبيعي احنا كنادي الريان احنا فريق منافس، لنا سنين في كره الصالات احنا ننافس، ولا تنسون ان احنا في المنتخب احنا جايبين غرب اسيا. صحيح. فمفتقدين هالفتره المنتخب، فمنتظرين تجمع المنتخب ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله راح تشوفون كره الصالات راح تتطور من يعني ستيب باي ستيب على ما يقولون ان شاء الله. اخوي سعيد، يعني لما نشوف التعادل في النقاط بالنسبه للريان وقطر والغرافه، يعني هذا يدل على ان في تنافسيه عاليه عندكم، خاصه بعد فتره توقف انت ذكرتها. صحيح. فهاي يعني شنو تفسره؟ يعني في حب كبير لهذه اللعبه وفي شغف كبير من اللاعبين. صحيح. احنا لعبتنا اللعبه اللي فيها لعيبه مواطنين، احنا مستوانا مستوى واحد، فمنافسه قويه. عندك قطر، عندك الغرافه، عندك الريان، عندك الاهلي، عندك الوكره طالع منهم افضل حارس وهداف البطوله اللي هو طاهر. فالمنافسه كانت قويه، والدليل انها انتهت يعني خدنا الدوري بفرق المواجهات. صحيح. النقاط متساويه بس فرق المواجهات، بس اني انا فايز على الريان، فايز على قطر ومتعادل مع قطر، هذا اللي خلاني اخذ الدوري. اللهم لك الحمد. تستاهلونه اكيد. هذا ليس بس محض الصدفه، ولكن هناك ايضا جهد كبير عملوا عليه اكيد اداره الريان ولاعبين الريان. ارجع لك كابتن حازم، يعني تاكيدا لكلام سعيد، احنا كنا نسمع ان الريان هو الاقرب للحصول على هذا اللقب. هل برأيك هذه توقعات فقط كانت، ولا فعلا أنتم أكيد كان في استعدادات، كان في تجهيزات، تعبتوا فعلا لين وصلتوا لهذه المرحلة؟ أكيد طبعا كان في استعداد كبيرة لبداية الموسم، من أول ما الاتحاد أعلن أنها يكون في بطولة، والإدارة بدأت تشتغل أنها تقدر تجمع أكبر عدد مميز من اللاعبين اللي لهم خبرات على المستوى الدولي مش بس المحلي. وقدرنا بفضل الله يعني ان احنا نبدا التمارين، ننتدب بمدرب ممتاز عنده يعني خلفيه كبيره عن كره الصالات، وخدناها زي مرحله الاعداد، وبعد كده اللي احنا نطور من نفسنا ان شاء الله وننافسنا على اللقب، وربنا كرمنا باللقب في النهايه الحمد لله. الحمد لله. يعني كابتن حازم، هل احنا نشكر الاهلي على الخدمه اللي قدمها بشكل غير مباشر، ام انت تشوف ان اساسا الريان قدم اللي عليه خلال الموسم وهو فعلا مستحق، يعني بغض النظر عن اي نتيجه اخرى؟ والله الريان قدم اللي عليه، يعني انا احب اشكر اللعيبه طبعا، الجهاز الفني والاداري، ان احنا بذلنا مجهود كبير. ربنا يعني زي ما نقول ما ضيعش تعبنا اللي احنا خلال ال7 شهور اللي احنا اتمرناهم. اكيد نتيجه الاهلي كانت اثرت بشكل كبير على حسم اللقب، بس من غير تعب ما كانش ربنا يوفقنا. يعني نقدر نقول ان الدوري كان يبي الريان. الحمد لله. الحمد لله. طيب كابتن سعيد، شو اللي برايك يميز الريان عن باقي الفرق؟ والله شوفي نادي الريان، شهادتك مجروحه. شهادتي مجروحه في نادي الريان. انا شفت احنا عندنا في نادي الريان اللي هو الجندي المجهول، الاب الروحي للفئات السنيه اللي هو الكابتن، واللي هو نسميه ابونا طارق حلمي، هو اللي محببنا في اللعبه. ويعني انا جيت نادي الريان وانا عمري 7 سنين في الفئات السنيه وهو كان موجود ما شاء الله، فهو كان مدربنا. تخيل رحت كرة الصالات لقيتها قدامي، فسبحان الله هو يولف عائلة. احنا فكرنا يعني للحين احنا في النادي عائلة واحدة، روح واحدة. تلاقينا برا مع بعض، نطلع مع بعض، ونروح ونرد مع بعض. ما تحسنا بس احنا مجرد ان فريق نتمرن ونطلع، لا احنا 24 ساعة متواصلين مع بعض. فسبحان الله كابتن طارق حلمي هو اللي ولف هالشيء بيننا، وسبحان الله اكرمنا وجبنا الدوري. اللهم لك الحمد بعد 6 سنين توقف من تحية الكابتن اكيد ايضا. سعيد، كونكم يعني نادي جماهيري، هاي الشيء يعني يعتبر دافع لكم ولا احيانا يسبب ضغط على اللاعبين؟ يعني انت في بعض الانديه تحاتي والله وراها الاداره وكذا، لكن انتم لا، انتم عندكم كذلك ثقل جماهيري. صحيح. شوف جمهور نادي الريان دائما عنده طموح ويطمع للبطولات دائما.
دائما يبي البطوله، لو دخله في اي بطوله يبي البطوله. فاحنا في نادي الريان انا ما اقول لك ان احنا تعودنا على هالشيء الصراحه، ودائما اذا دخلنا بندخل على البطوله لازم ننافس عليها. فدائما معروف في الريان اذا اخذت الثاني كانك ماخذ الا خير. فاحنا دائما ننافس على الاول، والحمد لله ان الله يكرمنا ونهدي هالانجاز للشيخ قعقاع والشيخ خالد بن حسن والشيخ محمد عبد الرحمن الثاني وعبد الله بن حسن وكل محب لنادي الريان وكل اداره نادي الريان والكل اللي وقف معانا. فان شاء الله انه مش اول انجاز هذا، وان شاء الله راح تشوفون انجازات جايه ان شاء الله نادي الريان. طيب حلو، بالحديث أكيد عن الإنجازات كابتن حازم، هل برأيك هناك سيطرة وهيمنة على الألقاب لنادي الريان؟ كرة الصالات هو معروف من بداية اللعبة تقريبا من سنة 2005، ونادي الريان يعني دايما يبي ينافس، يعني المركز الأول مش المركز الأول المركز الثاني. والنادي الريان دايما بيهتم بالألعاب غير كرة القدم، طبعا بيهتم بالألعاب الثانية سواء الطايرة أو السلة أو اليد أو الصالات، حتى الألعاب الفردية دايما هو بيهتم بها بصورة كبيرة. فبالتأكيد كرة الصالات الريان دايما يا المركز الأول يا المركز الثاني. حتى في البطولات الآسيوية لما بنطلع بره ونشارك، آخر بطولة لريان كانت فيتنام، ريان دايما بيوصل للسيمي فاينال. فحاجة يعني تخلي الواحد يشعر بالفخر اللي هو منتمي لهذا الكيان يعني. كابتن أنا بس السؤال الحين طرى على بالي نايف سوري، يعني أنتوا روح واحدة نفس ما أنت ذكرت سعيد، إن أنكم كلكم فعلا روح واحدة على قلب واحد. من أكثر لاعب بسألك كابتن كان مميز في هذه البطولة؟ والله بدنا أسماء. لا طيب والله اوكي أسماء. انا ما اقدرش اختصر الموضوع في لاعب واحد، لاننا كنا كروح جماعيه، وكل لاعب كان ليه يعني دور معين في وقت معين، يعني انعكس على الاداء بصوره جماعيه. معنا اسماء؟ ما في اسماء. لا انا اشوف بصراحه ان احنا كتيم كامل بصراحه. الكاميرا عليكم انتم الاثنين، وانا شفت ابتسامه طلعت من سعيد، فبتعطونا اسم انتم اليوم. انا توقعت انه بيمدحني فمنتظر اللحظه مجهز نفسي. لا والله كنا روح واحده والفريق كامل الصراحه ما قصر. انا عندي لاعب والله العظيم ما ياخذ وقته في اللعب، يعني ما ياخذ تايم كثير. تدري انت في كره الصالات اللي داخل واللي برا ترى ما عندنا لا احتياط ولا اساسي، يعني التبديلات مفتوحه. فعندي لاعب اللي هو اسمه سلطان المري، احب مش طبيعي واشكره، روحه على الفريق. حتى هو قاعد برا او انه في الملعب انت تشوف عينه، حتى هو برا تشوفه تدري انه قلبه على الفريق ويشجعك بكل، يعني عنده روح. لو تشوفه امس حتى في المباراه اول ما صفر الحكم في مباراه الاهلي والغرافه، هو اللي طلع في الفيديو يسوي ياس. اي والله سلطان المري الله يذكره بالخير. سلطان اكيد صحيح، واحنا فخورين فيكم، ومن انجاز الى انجاز باذن الله. باذن الله ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم دائما في المراتب الاولى. وتحيه ايضا للامه الريانيه اللي دائما تكون معاكم وتكون في كل اللعبات ليس فقط كره الصالات. سعيد البلوشي، حازم سامي، شكرا جزيلا على وجودكم معنا. شكرا. وحياكم الله في 2:30 ان شاء الله دائما معنا بالافراح والانجازات باذن الله ان شاء الله. باذن الله. الله يعطيكم العافيه وموفقين ان شاء الله في البطولات القادمه. ومشاهدينا نكمل معاكم 2:30، ولكن هالمره من زاويه وسائل التواصل الاجتماعي مع زميله عبير. يا هلا فيكم مشاهدينا في فقرة السوشيال ميديا المحلية، واللي راح نبدأها من حساب الاتحاد القطري لكرة القدم اللي نشر لقطات من مراسم تتويج نادي الريان بلقب دوري الصالات لموسم 2025-2026. وننتقل إلى حساب الاتحاد القطري للرياضات الجامعية الذي كشف